مساء الفل عليكم. لما قلت وعدت وهفضل اعيد طول عمري ان مفيش حد اخطر على نادي الزمالك غير لعيبه نادي الزمالك وغير ابناء نادي الزمالك، كان عندي حق. وهفضل اعيد لمده سنين جايه قدام ان ابناء نادي الزمالك هم الناس او الناس بتطعن نادي الزمالك في ظهره. بعد فضيحه امس مع شيكابالا لما طلع مع كابتن ابراهيم فايق وطلع اتكلم وحكى عن فضايح وعن كوارث حصلت في نادي الزمالك، طالع بمبدأ واحد هو الترند. حتى لو كان الترند دوت على حساب نادي الزمالك، على جثة نادي الزمالك، حتى لو بدون اي حساب. لما قلت ان شيكابالا كان بيعمل عصابات داخل نادي الزمالك وكان عامل شله وكان بيحب لعيبه وكان بيدخل لعيبه نادي الزمالك وكان بيمشي لعيبه من نادي الزمالك، ما كانش كده. لما قلنا ان شيكابالا مشى مديرين فنيين موجود من نادي الزمالك وقعد مديرين فنيين على حساب نادي الزمالك وعلى نتائج نادي الزمالك، ما كانش كده. لما الجمهور نادي الزمالك عامل اسطوره اسمها شيكابالا وهي لا تستحق كلمه اسطوره، لان كلمه اسطوره يبقى حامي نادي الزمالك، يبقى ملم بكل حاجه نادي الزمالك، يبقى عارف كل بلاوي نادي الزمالك وما يطلعش يتاجر بيها. باي حق امبارح طلعت تاجرت باسم نادي الزمالك؟ عشان ايه؟ عشان تركب الترند؟ عشان تضرب قنبله في نادي الزمالك واستقرار نادي الزمالك؟ عشان انت محروق من جوه نادي الزمالك وانت اعلنت بصوتك ولسانك ان مالكش ظهر حاليا في الاداره اللي موجوده نادي الزمالك لانها كرشتك من النادي، لانك كنت عايز تكمل وكنت عايز تقعد السنه دي كمان، لكن جون ادوارد قال لك اطلع بره، فبالتالي قررت انك تخلص على الكل. قررت على حسابنا وعلى حساب استقرار النادي انك تخلص على الكل وتفضحنا وتخلي سيرتنا على كل لسان. يا جدع لم البلاوي اللي احنا بنلمها. يا جدع احنا بقت سيرتنا عند كل جماهير الاهلي زي السمسمه. النهارده بيتريقوا علينا نوع الشيشه كانت قص ولا سلوم ولا طالع النهارده جاي تتكلم وتقول ان في بطوله افريقيا كان معانا 14 لعيب وكان في منهم لاعبين في اوضه اللبس بيشيشهم. ليه؟ استفدت ايه من المعلومه دي؟ استفدت ان انت فريق فاشل؟ استفدت ان انت قائد فاشل؟ استفدت فضيحه للعيبه اللي كانت موجوده؟ ما هم 14 لعيب. استفدت بجرصه لنادي الزمالك لما خبر زي ده كده يتنشر ان فرقه بتلعب نهائي دوري الابطال وفي 2 لعيبه كانت بتشيش؟ اثبتت ان الجماهير ان الناس اللي بتلعب بقيمه نادي الزمالك رخيصه للدرجه دي؟ انا استفاده انك تستفيد بحاجه زي كده. كسبت ايه؟ كسبت ايه غير فضيحه لينا تضاف جنب فضايح فاروق جعفر وفضايح؟ ما انتش في ميزان عقلك وطالع تهرتل. ما تهرتلش. مش عشان تراضي ابراهيم فايق حبيبك تفضحنا، مش عشان في ناس خلصت عليك في النادي وكرشتك النهارده تفضحنا. يبقى انت ما تستاهلش اسطوره، ولا تستاهل الاغنيه اللي احنا بنغنيها لك، ولا تستاهل السناره اللي عملناها لك، ولا تستاهل العلم اللي احنا عملوه لك في ماتش المقاولين، ولا تستاهل. ما تقوليش يا كابتن عشان الحقيقه. انه حقيقه دي مش حقيقه. ياما في بلاوي في النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي بيمتلك ناس محترمه ما بتطلعش تتكلم مهما لو اتغدر بيهم الزمن. دي ما اسمهاش حقيقه. حقيقه تحتفظ بيها. عارفين ان هو عار علينا وشيء سيء كان لازم يتدارى. ادم ملوش لازمه، ادم مش هيقدم ولا هيأخر. ده موضوع. تاني موضوع جاي تتكلم الفرقه بانيه والفرقه صارفه فلوس كتير والفرقه جايبه لعيبه كتيره والفرقه والجمهور في كل مباريات مكمل العدد وضغط وعايزين نكسب وعايزين ناخد الدوري وعايزين ناخد افريقيا وعايزين ناخد الكاس، وانت طالب بكل بجاحه انا امنيه حياتي اني نلعب في دوري ابطال افريقيا. ايه الخيابه دي؟ ايه قصر الديل ده؟ ايه الطموح الرمه اللي انت فيه ده؟ ايه العجز اللي انت فيه ده؟ ليه ما تكونش ان انت عندك هدف انك تنافس على الدوري وتدي دفعه للناس اللي موجوده في نادي الزمالك وتدي دفعه للجمهور؟ ليه طالع تقول لك اقصى طموحك المركز الثاني؟ اذا كان عندك كلمه حلوه اطلع اتكلم. انت بتديهم شماعات يعلقوا عليها؟ يعني انت بتديهم شماعات؟ هل حد ممكن في نادي الاهلي وناس المنسوبه للنادي الاهلي يطلع يقول كلمه خايبه زي كده؟ ده لما بيكونوا متخلفين بفرق 10 نقاط و15 نقطه يقول لك الاهلي بطل الدوري. بيدوا دفعه للجماهير وبيدوا دفعه للعيبه. هم دول الناس الزملكاويه او الاهلاويه اللي بجد اللي يتقال عليهم كلمه اسطوره.
لكن انت طالع تقول لك انا اقصى طموح المركز الثاني. ايه الخيابه والمساخه دي؟ طالع تتكلم على مدير فني كان موجود في وجودك وفي وجود لعيبه كبيره وفي وجود مجلس اداره وفي وجود الجماهير اللي هو اوسيريو كان بيدربنا وهو بيشرب كاس. ايه الفضيحه دي؟ ايه الكارثه دي؟ استفدت ايه؟ انت استفدت ايه؟ استفدت ايه بالفضيحه؟ رضيت ابراهيم فايق على حساب نادي الزمالك؟ رضيته على حساب نادي الزمالك؟ بتقلوا مننا ليه؟ بتفضحونا ليه؟ طز في اللي قال لك انت اسطوره. انا عمري ما حبيتك يا شيكا، وطول عمري بقول عليك وش نحس. لعيب، مهاري، لكن دماغك جزمه وما حد عرنا غيرك انت. وبعدين انت طالع بتتكلم تقول لك انا عايز انسى كل الخناقات اللي انت عملتها. هو انت بعد ما الجماهير الاهلي مسحت بكرامتك الارض ده كان حلال فيك؟ صدق بالله كان حلال فيك. ادام اصل احنا ما عندناش شكله من الزمالك. الاسطوره دي في البلكونه، الاسطوره دي على السبوره. انا ما عنديش شكله من الزمالك. لكن فعلا انت طالع النهارده عايز تنسى كل الخلافات اللي حصلت بينك وبين الجمهور. طب ما نسيتش ليه الفضايح بتاعت الزمالك دي بالمره؟ ادام انت عايز تنسى، مش انت عايز تنسى، انسى بقى. انسى كل الفضايح دي وما تتكلمش. انسى وما تفضحناش. عندك كلمه حلوه عن نادي الزمالك اطلع اتكلم. عندك حاجه وحشه اخرس، ما تقولهاش. انت مريض يالا، انت مريض فعلا. لما قالوا عليك انك عقلك فعلا جاهل، فعلا انت جاهل. انت طلعت امبارح بعبرين فايت هرتل. انت طلعت امبارح عرتنا. انت طلعت امبارح قللتنا في وقت احنا محتاجين الدعم، في وقت احنا محتاجين ان بنعمل تجربه جديده وجايبين مدير رياضي وقايم بالفرقه وجانن الناس، جانن كل ناس رافضه استقرار نادي الزمالك. ليه؟ لا بنعرف اخبار عن النادي، لا بنعرف تشكيل، لا بنعرف اي معلومات، لا بنعرف خناقات، لا بنعرف اي حاجه بتدور نادي الزمالك. انت طالع تسلم نادي الزمالك ماده خصبه في الاعلام. من امبارح لحد النهارده مفيش اعلام مش هيتكلم على تصريحاتك، مفيش جمهور في كره القدم المصريه مش هيتكلم عن تصريحاتك، مفيش جمهور متابع للكره المصريه مش هيتكلم عن تصريحاتك. ان مدير فني بتاعنا صاحب كاس، ان احنا اقصى طموحنا المركز الثاني، ان اللعيبه كانت عندنا بتشيش، وان انت موجود حاليا دلوقتي مالكش دار لانك اتكرشت من النادي، لانك عجوز فاشل، لانك بتاع عصابات. حتى خانك التعبير لما عرفت ان زيزو مشى وانت كنت بتقول عايز تسلم الرايه لحد، فكنت عايز اسلمها لزيزو. ما انت عارف ان زيزو مشى. ليه بتقول لنا ان مفيش حد موجود في نادي الزمالك حاليا غير زيزو؟ يعني لو زيزو مشى وغار نقفل النادي؟ ما كنتش عندك فطانه 1% كنت تنسبها لعمر جابر، لعبد الله السعيد، لاي واحد موجود في النادي، اي واحد ايا كان ما كان، لمجلس الاداره، للجمهور، لاي شيء. طلعت تقول تنسبها لزيزو؟ ايه المساخه دي؟ اسطورتي وخرا ايه وزفت ايه؟ انت افشل واحد عقليه دخلت نادي الزمالك. انت وجودك في نادي الزمالك كان عامل كوارث. انت وجودك ما نسبتش لينا ولا بطوله تحسب ليك، بالعكس انت عدم وجودك كنا بنكسب بطولات. وجودك كنت فقر، يا فقر في النحس يا انت وشك نحس فعلا بومه. تمام؟ حتى ماتش المقاولين حضرته كنت بومه وتعادلنا، يا اما في الماتش الاخير بتاع السوبر المصري بعد ما ضيعت ضربه جزاء لانك كنت داخل تاخد اللقطه وتحطها كده كره خايبه. لو كنا حطيناها كنا كسبنا السوبر الافريقي والسوبر المصري، وكذلك ضاع علينا السوبر المصري. فانت نحس، انت فقر. على مجلس اداره نادي الزمالك محاسبه شيكابالا على اللي حصل امبارح. على مجلس اداره نادي الزمالك والمدير الرياضي منع شيكابالا من دخول نادي الزمالك. ادخل بقى كعضو، ادخل كطياره، ادخل كاي حاجه، لكن عدم وجودك في تمرينات نادي الزمالك لانك غير امين عند الزمالك. ادام انت وجدت في الاعلام فانت هتفضحنا. زيك هيبقى زي الكابتن احمد سليمان فاضحنا، بس انا عارف ان هو مش عارف يفتح بقه دلوقتي مع مهيب عبد الهادي. فيعني خلونا ان احنا بننصم في الفرقه، احنا بنزق الفرقه. الناس مش عاجبها الاستقرار اللي في نادي الزمالك، ناس مش عاجبها. خليني اكون صريح معاك، الناس مستنين الزمالك يقع، مستنين. الناس عارفه ان الزمالك في الاسبوع الثامن والتاسع والعاشر هيقع، ناس عارفه حاجه زي كده، ناس عارفه ان الزمالك هينهار، كل الناس فاهمه حاجه زي كده. اكبسهم بقى، واحنا هنكبسهم السنه دي. انا عندي ثقه كبيره جدا في لعيبه نادي الزمالك واداره نادي الزمالك السنه دي.
ناس تقول لي يا عم انا مستنيك تطلع تعيط والواد على الزمالك خسر وتعادل. لا بالعكس، كلي قلبا وداعما لنادي الزمالك وتجربه نادي الزمالك، ومش شرط انتظر على التجربه سنه وسنتين عشان اكسب الدوري. ليه يعني؟ وانا بنافس مين يعني؟ مع كل الاحترام لكل الانديه، بنافس مين يعني؟ وانا في الدوري الانجليزي كل الفرق هتنقط. الاهلي نقط من اول ماتشات، ووادي دجله هينقط، والمصري هينقط، والاسماعيلي هينقط، وبيراميدز هينقط، واحنا كزمالك هننقط. فبالتالي كل الفرق هتنقط. بالتالي انت النهارده متصدر الدوري وعندك ماتشين سهلين، والفرقه هتخش بالدعم وتخش انتقالات يناير وهتجيب صفقات تانية. فبالتالي ان شاء الله اللي جاي كويس جدا جدا. اتمنى اللي حصل من كابتن محمود شيكابالا والانتقاد اللي طلعه والحاجات اللي هو قالها على نادي الزمالك ما يتكررش تاني. اذا كنت عايز تكون اسطورتنا فعلا اطلع احمينا، اطلع دافع عننا يا جدع. ده انت ما اتكلمتش دقيقتين على الارض، ما اتكلمتش دقيقتين على قصه الارض. يعني قصه الارض ما اتكلمتش عنها، قلت احنا غلطنا، احنا عملنا، رجعونا الارض، ما قلتش اي حاجه، ما خدتش دقيقتين. انت قعدت ساعه تشرح على الفضايح بتاعت نادي الزمالك وعلى الارض لشيء مهم في نادي الزمالك، وضاعت بسبب فشل توالي مجالس الاداره، سواء من مجلس منصور لمجلس حسين لبيب للمجالس اللي من 2003 وفشلنا. ما اتكلمتش على القصه دي دقيقه واحده، واتكلمت على الفضايح وخليت ابراهيم فايق فرحان ومبسوط. برافو يالا، برافو كابتن ابراهيم فايق، برافو برافو والله العظيم. جبته عمل لك ترند، عمل لك بوم. انت لسه جاي من الاجازه، فحلقه قويه عملت لك ترند. فانت النهارده سوبر اعلامي فعلا. على حساب مين؟ على حساب نادي الزمالك. قلت وهعيد ونفسي اقول، مفيش خطر على نادي الزمالك غير جماهير، غير لعيبه نادي الزمالك والاداريين في نادي الزمالك والمسؤولين عن نادي الزمالك. عشان كده لما جه جون ادوار، واحنا عشان كده في كل ماتشات احنا كومبليت في المدرجات وداعمين وما بنطلعش نقطع في نادي الزمالك، وكلنا ما ورا نادي الزمالك، وهنفضل ورا نادي الزمالك حتى لو حصل انتكاسه في الماتشات اللي جايه. هنبقى داعمين لنادي الزمالك لان التجربه تستحق النجاح. لان لما جه جون ادوار عملها، طير كل اللي موجود في نادي الزمالك من اوضه اللبس اللي هم المعرضين بتوعك، يجيبوا لك كل الاخبار. امين؟ انت عارف احنا بنتكلم على مين. فكل اللي كان بيجيب لك اخبار مشى، جه على اوضه اللبس كلها مشاها، جه على الاداريين اللي كانوا موجودين كلهم مشاهم، جه على مدير الكره مشاه. كل الناس دي مشيت، عمل ايقونه. ماشي، طب نتكلم يا عم كريم. هو عشان قال الحق يا عم كريم، خلينا نتكلم بس ككوره، واتكلم وانت راجل بتفهم كوره. ياما في بلاوي بتحصل في الانديه، ياما في بلاوي. خدوا السيد عبد الحفيظ عندكم عنوان، خدوا مليون اداري في نادي الاهلي، خدوا مليون مدير كره في النادي الاهلي، خدوا مليون لعيب في النادي الاهلي. لما بيطلع من النادي انا تحت امر النادي الاهلي في اي وقت. معلش عندي مشكله بس في البث. هل بيطلع يتكلم عن اي شيء؟ اي حد بيكون موجود في النادي الاهلي، هل حد بيطلع يتكلم عن اي شيء؟ لا. وساعتها لازم نحترمه. ساعتها لو قال الحقيقه ملهاش لازمه.